بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا وظريفة جدا جدا، وأحد المميزات القوية في ايزي اوردرز، ألا وهي هم مسمينها التكامل مع جوجل شيت، أو احنا بنقولها بالبلدي إن أنا أربط المتجر بتاعي بجوجل شيت. طيب، واحدة واحدة. ايه اللي انا قصدي عليه؟ اللي انا قصدي عليه ان انا طبعا الحمد لله هنبدا نحط منتجاتنا، هنبدا نطلع اعلانات، هيبدا يجي لنا اوردرات. طيب، الاوردرات دي نتعامل معاها ازاي؟ زي ما قلت لك، بتخش جوه خانه الطلبات، وكل الطلبات سواء كل الطلبات او الطلبات المفقوده بتخش جوه وتعمل تصدير، وبتروح تحدد اليوم اللي انت عايز فيه الاوردرات ابتداء من يوم كذا لحد يوم كذا، وتقول له تصدير. طيب، انت لو عاوز تجيب اوردرات ساعه معينه عفوا، لو عاوز تجيب اوردرات وقت معين داخل اليوم، لا انت هيديك اليوم كله على بعضه. طيب، الحاجة التانية انه اوقات محتاج ان انا مثلا يكون معايا مودريتور، موظف شغال مثلا بيرد على الرسائل، دوره ان هو يرد على الرسائل وكمان يعمل اوردرات. فمثلا انا شغال على سيستم افيلييت مش رابط مع ايزي اوردرز، فهنروح نحط الاوردرات دي بشكل مانيوال او بشكل يدوي على السيستم. يعني هروح كده انقل ان العميل اللي اسمه ده ورقم تليفونه ده وعنوانه ده طلب المنتج ده بالسعر ده، اعمل اوردر يدوي على افيليت سيستم. طيب، هل هدخل كل يوم بقى اعمل انشاء طلب، تصدير، واحدد اليوم واشوف بقى كنت اخر مره سحب لحد رقم كام ودلوقتي رقم كام ونلخبط بعض اللخبطه دي؟ ولا الافضل، وده الاوبشن اللي هو بيوفره لنا الحمد لله، انه يربط لي كل الاوردرات على حاجه خارجيه؟ اشهر حاجه ايه؟ جوجل شيتس. جوجل شيتس دي حاجه اختراع كده، يعني انا من غيره ما اعرفش اعيش، لانه يعني حاجه كده ببلاش، فيها معادلات، وفيها كانها شبه الاكسل بس هي مش اكسل. جوجل شيتس دي حاجه ظريفه جدا، جداول اونلاين تعرف تشيرها وتعرف الناس تبعتها لبعض والناس تبص عليها كانك بتشير داتا مع زميلك بس بشكل منظم جدا. فبالبلدي ايه اللي هيحصل لما هنعمل الربط ده؟ المنصه نفسها او ايزي اوردرز نفسها، اول ما يجي لك طلب هنا هتلاقيه سمع لوحده فين؟ في جوجل شيتس. هيسمع باسم الراجل، برقم تليفونه، بعنوانه، بالمبلغ بتاعه، جاي من انهي حمله، لو انت حاطط يو تي امات او حاجات دي ادفانسد شويه ممكن نبقى نشرحها بعدين. جاي الساعه كام، جاي يوم كام. تعرف بقى انت جوه شده فلتر، تلون، تعلم على اللي اتعمل وتسيب اللي ما اتعملش لسه ابيض عشان تبقى عارف ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش، ايه الدوبليكيتد، تقعد بقى انت تتشقلب جوه الشيت ده. طيب، فهو اوبشن ظريف جدا، يعني انا دايما بستخدمه، دايما بربط اي ستور بعمله مع جوجل شيت عشان حتى بشوف كده الاوردرات كلها قدام عيني، فبحاول ان انا انظمها بشكل ما. طيب، ده كلام جميل جدا. نعمل ده ازاي؟ اول حاجه تروح على البراوزر بتاعك وتسيرش على، وركز بقى معايا عشان هو الموضوع فيه شويه تكنيكال بسيط كده، يعني عايز بس انك تشوفه مره او مرتين وبعدين تروح تعمله او تطبق ورايا. يعني وقف الفيديو، طبق كل خطوه اعملها دلوقتي، اعملها ورايا لحد ما تربط الشيت وتعمل له تيست وتتاكد ان هو فعلا شغال. يعني اي اوردر هتحط على المنصه او على الموقع بتاعك هيروح على الشيت على طول. هنروح نسيرش على حاجه اسمها جوجل كونسول ديفلوبر اهي، جوجل كونسول ديفلوبر، وهتفتح الرابط اللي اسمه console.developers.google.com. هتلاقي واحد اسمه developer.android، مالناش دعوه بيه، ده بتاع الموبايل. انا هخش على بتاع البي سي العادي، او اللي ملوش علاقه بالاندرويد، يعني جوجل console.developers.google.com. هيطلب منك الاول انك تعمل ساين ان، فتعمل ساين ان، يعني هتحط ايميلك وباسوردك اللي هم بتوع الجيميل بتاعك، وبعدين هيدخلك على المنظر ده، هتقول له اي اجري على الاولانيه وتقول له اجري اند كونتينيو. حلو كده، حلو كده. طيب، اول حاجه يعني بعد ما دخلنا، بعد ما عملنا ساين ان وخلاص انا داخل بالايميل بتاعي اهو وعملت اجري في الاول، هاجي هنا سيرش على شيتس اي بي اي، هكتب كده في السيرش شيتس اي بي اي او جوجل شيتس اي بي اي، هيطلع لي اول واحد هو هذا الاستاذ، اضغط عليه وبعدين اروح اتك على انيبل لاني اول مره افتحه. يعني انت لما تعمل ده اول مره في حياتك هيطلع لك هنا انيبل، بعد كده لما تيجي تربط
شيت كمان او ستور كمان او ايا كان، خلاص مش هتعمل له انيبل، هو هيكون اتعمل له انيبل لاول مره في حياتك بس. وانا هنا دخلت ايميل اصلا جديد خالص عشان يبقى بعمل كل الخطوات معاك كانك انت بالظبط بتشوفها دلوقتي. هنضغط على انيبل، نستناه على ما يخلص، يمكن بس النت بطيء شويه. يعني مسهل، خلص الحمد لله. بعد ما ضغطنا على انيبل هيدخلني جوه، هلاقي هنا على الشمال حاجه اسمها كريدنشلز. شايف التابه دي او الخانه دي حاجه اسمها كريدنشلز، اضغط عليها وبعدين نروح نعمل كرييت كريدنشلز. اضغط على دي هيطلع لي 3 انواع او 4 انواع، اختار منهم السيرفيس اكونت ثالث واحد. يبقى ضغطت على كريدنشلز، كرييت كريدنشلز، سيرفيس اكونت. طبق معايا خطوه وخطوه، الموضوع مش صعب اطلاقا، وكده كده انت هتعمله مره واحده في حياتك او مره واحده مع كل ستور، ف الموضوع مش هيكون صعب. هنكتب هنا اي اسم انت عايزه، يعني مثلا احنا كنا عاملين طقطق مثلا فهنسميه طقطق ستور مثلا، اي اسم يعني مش هيعبر عن اي شيء خالص، مفيش مشكله اطلاقا. وممكن تحط هنا برضو اي اسم انت عايزه لو انت عاوز، ده اوبشنال، مش بالضروره يعني، ممكن نحطه مش مشكله. وبعدين اقول له كرييت اند كونتينيو، وبعدين كونتينيو، وبعدين دن. سهله خالص اهي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ظهر لي كريدنشال، احنا رحنا جوه الكريدنشال عملنا واحده اسمها او نوعها سيرفيس اكونت وسميناها طقطق ستور. عمل لي هو ايميل، عمل لي ايميل اسمه طقطق ستور، الاسم اللي انت كتبته @بلا بلا 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 دوت كوم. ولو ضغطنا عليه هنخش جواه واقدر اخده كوبي، اعلم عليه كده واخده كوبي. ليه؟ هنحتاجه معانا على جنب. طيب بعد ما افتح الايميل وادخل جواه كده واخده كوبي، او يعني ده المكان اللي هاخده منه كوبي، هتلاقي هنا حاجه اسمها كيز. اضغط على كي ثم اد كي كرييت نيو كي، وهتختار نوع جيسون او هتسيب الاختيار على اول واحد وتقول له كرييت. ايه اللي حصل دلوقتي؟ بيحاول ينزل لي فايل، هنزله مثلا في مكان ما على الداونلودز مثلا واقول له سيف. ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو نزل لي فايل، الفايل ده نوعه جيسون او جيسون فايل، يعني تمام، مش مهم خالص اشرح لك كل التفاصيل التكنيكال دي، امشي ورا الخطوات زي ما هي كده بالترتيب واقول له كلوز. كده انا معايا ايه؟ كده انا معايا ايميل، لو رجعنا بقى نعمل كده باك، كده انا معايا ايميل اهو عايزه كوبي، ومعايا الفايل اللي انا نزلته. حلو الكلام، حلو الكلام. اروح بقى افتح جوجل شيت جديد، لو مش عارف بيجي منين سيرش على جوجل شيتس، هيفتح لك اهي جوجل شيتس ساين ان. برضه هتعمل ساين ان بايميلك، هفتح لك جوجل شيت اهو كانه اكسل اونلاين، يعني ممتاز. نقفل كل الكلام ده ملوش لازمه. طيب ولو عايز تروح على المكان الاكبر ممكن تضغط هنا فيفتح لك جوجل شيتس نفسها، ممكن تعمل منها اد نيو شيت او بلانك سبريد شيت، يفتح لك المنظر ده. انا عايز ايه بقى من المنظر ده؟ اول حاجه نسميه، هنسمي جوجل شيت ده هنسميه بقى ايه؟ هنسميه مثلا باسم الستور بتاعنا طقطق ستور اوردرز مثلا، سميه زي ما تسميه مش هيفرق معاك خالص، دي حاجه ليك انت. طيب وبعدين فاكر الايميل اللي خدناه كوبي ده؟ هاخده كده كوبي واروح هنا على شير واضيف الايميل ده، يعني اديله اكسس على الشيت ده، واتاكد ان هي هنا اديتور او بالعربي هتلاقي اسمها محرر، هتلاقي مشاهد معلق محرر اللي هي بالانجلش فيور كومنتر واديتور. اتاكد ان هو اديتور او محرر بالعربي. يعني ايه؟ يعني انا بدي صلاحيه للايميل ده اللي جوجل شيتس انا كريته، بدي صلاحيه ان هو يخش يكتب جوه الشيت. مين اللي هيكتب جوه شيت الاوردرات؟ الايميل اللي انا عملته، واقول له تمام كده خلاص الراجل ده واخد اكسس اهو على الشيت بتاعي، ونوع الاكسس بتاعته اديتور او محرر. تمام، يبقى ادي الايميل اللي خدناه كوبي حطيناه هنا جوه الشيت. طيب انا بقى عايز حاجتين، عايز الفايل اللي احنا عملناه داونلود ده، ادي واحده، وعايز الاي دي بتاع الشيت ده. ايه الحاجه الثانيه؟ انا دلوقتي عايز حاجتين فقط وكده هنبقى خلصنا. الحاجه الاولانيه الفايل اللي احنا عملناه داونلود،
والحاجه الثانيه الاي دي بتاع الشيت. فين الاي دي بتاع الشيت؟ اقرا كده معايا اليو ار ال docs.google.com/spreadsheets/d. كل ده ثابت. اي جوجل شيت هتعمله من النهارده بكره بعده او عملته من 10 سنين فاتت كان اللينك بتاعه كده docs.google.com/spreadsheets/d، وبعدين شويه حروف وارقام متغيره، وبعدين /edit. ما بين السلاش دي ثم /edit او اسف دي سلاش وبعدين /edit ده الاي دي بتاع الملف. اقول لك على حاجه اسهل خالص، دبل كليك كده. لا ما جاتش، تصدق عشان فيها داش. ماشي. يبقى تاني اخيرا هقولها كمان مره، هتقرا اليو ار ال اللي بعد سبريد شيتس سلاش او شرطه مايله دي، شرطه مايله من بعد الشرطه المايله دي لحد قبل الشرطه مايله التانيه اللي هي فيها اديت، ده الاي دي بتاع الملف ده. هناخده كوبي واروح على الستور بتاعي، اروح على ايزي اوردرز واروح على التطبيقات. اين انت يا تطبيقات؟ اهي. وهتلاقي هنا في التطبيقات المثبته حاجه اسمها تكامل مع جوجل شيت. التكامل مع جوجل شيت او الانتجريشن مع جوجل شيت، اضغط عليها واقول له اضافه شيت جديد. ايه اللي هتعمله؟ هتحط هنا اي دي الملف اللي احنا خدناه كوبي، اللي هو اوله 1 واخره كيو اي. تعال كده نتاكد اهو، اوله 1 واخره كيو اي. وهرفع هنا الملف اللي انا عملته داونلود من جوجل شيتس. تم رفع الملف، خلصنا. اقول له حفظ، شكرا، تم، قربت مع جوجل شيتس. الموضوع مش صعب. شوف الفيديو مرتين ورا بعض، او زي ما قلت لك كل خطوه انا اعملها وقف الفيديو وروح اعملها ورايا، وبعدين اعمل الخطوه اللي وراها وقف الفيديو وروح اعملها ورايا، وهتلاقي ان شاء الله بدون مقاطعه الخطوات اللي انا عملتها هي بالظبط اللي ظاهره معاك. انا تعمدت زي ما قلت لك ان انا افتح بايميل جديد عشان يبقى المنظر اللي عندي هو اللي عندك بالظبط. انا حاليا بقى لما بفتح بايميل عامل بيه كذا شيت قبل كده بيكون في ايه خطوات مش هعملها، لكن خلاص انا عملت معاك كل الخطوات. يبقى تاني انا بروح الاول على جوجل شيتس، بروح اسال على جوجل كونسول ديفلوبر، بعمل بلوجن بالجيميل بتاعي، بعمل كريدنشال، بعمل جواها كي، بينزل لي ملف، واخد الايميل اللي هو اداهوني اخده كوبي واروح اعمل جوجل شيتس واسميه زي ما اسميه، واضيف الايميل ده جواه اديتور، واخد اي دي الملف، واخد اي دي الشيت اللي انا عملته على جوجل شيت مع الفايل اللي هو نزله لي داونلود، واروح احطهم هنا هما الاثنين جوه الستور بتاعي على ايزي اوردر. شكرا، تم الربط. ده ملخص كل اللي احنا عملناه دلوقتي. يتبقى لنا نقطه اخيره، ايه هي؟ مش عايز دقة حفظ لما اقولها لك. هل انت عايز تربطه مع جميع المنتجات؟ يعني عايز اي اوردر يجي على اي برودكت او اي منتج من الستور يروح على الشيت ده، ولا عايز منتج معين بس اللي يروح على الشيت ده؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا اقدر اعمل شيت لكل منتج لو انا عايز. يعني مثلا انا شغال على 2 منتجات رئيسيين مثلا، ومعين لكل واحد منهم مودريتور، اقدر افصل الاوردرات بتاعه المنتج الاولاني عن الثاني. او مثلا شغال على مجموعه من المنتجات، او منتج مثلا معين في افيليت اكس، ومنتج تاني في افيليت واي، افيليت مختلف عنه، فعايز افصل الاوردرات عشان اقول للمودريتور اللي شغال الشيت ده كل الاوردرات اللي عليه هتروح تتسجل عند الافيليت ده، اما الشيت التاني كل الاوردرات اللي عليه هتتسجل عند الافيليت التاني مثلا. فيعني ليها اكتر من استخدام زي ما انت عايز. هو برضه اوبشن بيوفره لك ان انت تربط كل منتجات في داخل نفس الشيت، يعني اي اوردر يجي لك على اي منتج يسمع في الشيت، او تقدر تربطه مع منتج معين. يعني اقول له هات لي بس الاوردرات اللي على الرجال المشجر، هات لي بس الاوردرات اللي على الشورت، هات لي بس اللي على المحير ولا المحير ولا ايا كان اسمه ايه، او اقول له لا بص يا باشا اربط مع جميع المنتجات. وده اللي انا هعمله مثلا دلوقتي عشان اوري لك. تعالى او بلاش، تعالى دلوقتي نقول احنا هنربطه بمنتج معين عشان حتى ايه يعني تبين لنا ايه اللي هيسمع وايه مش هيسمع. فمثلا هختار ان هو على الترنج الرجالي المشجر واقول له حفظ. خلاص انا كده بقول له ان الشيت ده هيسمع فيه الاوردرات اللي اسمها ترنج رجالي مشجر. طيب تعالى نعمل ايه؟ تعالى كده نفتح الويب سايت بتاعنا ونروح على الترنج الرجالي المشجر. فين؟ اهو.
ونختار اللون بتاعنا مثلا اسود واضغط للشراء. هنسميه تيست شيت عشان يبقى واضح اهو، ورقم التليفون 0100 0 مثلا وحايد كلها، والقاهرة، وهاخد نفس الرقم تاني مثلا، والعنوان تيست شيت. عنوان اهو هكتب كده عنوان تيست شيت. كده المفروض الاوردر ده يسمع في الشيت. ليه؟ لانه اتعمل على المنتج اللي انا رابط بيه الشيت. تعالى كده نفتح الشيت بتاعنا اهو يا باشا. في نفس اللحظه جالي تيست شيت، والعنوان تيست شيت، والزيرو الوحيد، وكل الكلام ده، وسعر الاوردر، والتوتال بتاعه بالشيبنج 60. الاوردر ب 300 يبقى التوتال 360. وجالي اسم البرودكت، وجالي الفاريانت بتاعه. كنا ضايفين فاريانت اسمه اسود، فخلاص هيجي لي الفاريانت اسمه اسود. لو طلبت اوردر اسود ميديوم يبقى هيجي لي اسود ميديوم، وهكذا هيجي لك الفاريانت كلها هنا. وبيجيب لك كمان معلومات امتى تم اضافه هذا الشيت، التاريخ والساعه سمع في الشيت. طيب لو انا رحت طلبت حاجه تانية غير الترنج الرجالي المشجر اهو، تعال نعمل كده ونعمل اوردر مثلا بالترنج الشورت، واقول له اسود او خليه ازرق مثلا. اضغط هنا للشراء، تيست 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 مثلا، هنسميه كده، هنسميه 01 كله اتنينات. هقول له اتمام الطلب. هيقفش عليا معلش للاسف. هو لازم كده ايه، دي حاجه بتحمي، المواقع ان حد يخش يعمل اوردرات كتير فيك. تعال كده تعال نعمل كده، يعني يمكن يرضى يمكن لا. تعال نعمل، احنا كنا رابطين الرجال اللي مشجر. تعال نعمل اوردر على الشورت زي ما قلنا، هختاره ازرق، وهنكتب تيست 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 تيست، يلا يا عم اي حاجه، ونحط ده كده، ونحط رقم 01 تلاتات، ونقول له اتمام الطلب. يا رب يطلب، ما طلبش برضو ماشي. طيب يعني هنجرب من متصفح خفي لعل وعسى. نطلب بقى ترنج محير المرة دي. اضغط هنا للشراء، هطلب قطعة واحدة، وهنسميها يا رب. ده كان رقم التليفون مثلا، وادي الرقم البديل، وادي العنوان. اضغط هنا للشراء. احنا مخترناش اللون والمقاس، ابيض لارج. بسم الله. خلاص هو كده قافش. دي حاجه بتحمي الويب سايتس ان حد يعمل اوردرات كتير فيك. الخلاصه عشان ما اطولش عليك، ان احنا دلوقتي لو رجعنا كده للستور بتاعنا، احنا دلوقتي في الشيت ده ربطناه بالترنج الرجالي المشجر، يبقى الاوردرات بتاعه الترنج الرجالي المشجر فقط هي اللي هتروح على الشيت ده، اما بقيه الاوردرات مش هتروح على الشيت. اما لو انا عملت شيت تاني وسبته ربط مع جميع المنتجات، وحطيت له هنا اي دي تاني وملف تاني، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيرمي الاوردرات كلها على نفس الشيت. انت حر، اعمل اللي انت عايزه. كده احنا شرحنا لك ازاي تربط المتجر بتاعك مع جوجل شيتس، وازاي تستخدم ده في اثناء شغلك. اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على الف خير.